بتصحي من النوم بس حاسة إنك لسه نايمة، جسمك تقيل وكأنك كنت شايلة جبل طول الليل. بتفتحي عينيكي وبمجرد ما تفتكري كمية الحاجات اللي وراكي بتحسي بقبضة في صدرك، وبتقرري تغطي وشك وتنامي تاني. 5 دقايق اللي بيقلبوا غالباً ساعتين. بتقضي يومك كله في صراع. جزء منك بيصرخ قومي اشتغلي، قومي ذاكري، مستقبلك بيضيع. والجزء التاني بيرد ببرود مش قادرة، ماليش نفس، سيبيني في حالي. وفي آخر اليوم المحصلة 0. فتبدأي حفلة جلد الذات. انتي فاشلة، انتي كسولة، الناس كلها سبقتك وانتي لسه مكانك. بس استني لحظة، لو انتي فعلا كسولة ليه مش مبسوطة بالراحة؟ ليه وانتي ماسكة الموبايل مش حاسة بمتعة، حاسة بتخدير؟ الحقيقة اللي محدش قالك عليها إن ده مش كسل، انتي بتعاني من حالة شلل نفسي اسمها الاحتراق أو البيرن أوت. انتي مش محتاجة تحفيز وتزعقي لنفسك، انتي محتاجة إنقاذ. وفي الفيديو ده هنفك شفرة الحلة دي، وهقولك إزاي ترجعي تنوري تاني قبل ما تنطفي للأبد. يلا بينا، بس الأول ما تنسيش اللايك والشير، ولو لسه مش من أسرتنا ما تنسيش الاشتراك، وسيبيلي تعليق لطيف بيسعدني جدا تعليقاتكم. عشان نكون على نور لازم نعرف الفرق بين الكسول والمحترق، لأن العلاج مختلف تماماً. تخيلي معايا عربيتين، العربية الأولى الكسول، الموتور سليم والتانك مليان بنزين، بس السواق مش عايز يدور العربية، هو قرر يركن بمزاجه ومستمتع بالركنة وبيشرب عصير قصب ومش شايل هم الوصول. ده الكسول، وعلاجه قرفة ودن. العربية التانية انتي، السواق اللي هو عقلك عمال يدوس بنزين على الآخر، عايز يتحرك، عايز يوصل، بس الموتور مفوت والتانك مشطب. العربية بتعمل صوت عالي، توتر وقلق، بس مش بتتحرك من مكانها. ده هو الاحتراق. الكسل هو اختيار الراحة والاستمتاع بيه، الاحتراق هو محاولة العمل مع عجز الطاقة. فلو سمحتي بطلي توصفي نفسك بصفة مش فيكي. الاحتراق النفسي مش بس زعل واكتئاب، ده ليه أعراض جسدية مرعبة. جسمك بيحاول يبعتلك إشارات استغاثة بس انتي بتطنشيها. صداع مستمر، تحسي إن في حزام مربوط حوالين راسك، وجع ظهر ورقبة حتى لو مش بتبذلي مجهود بدني، ده نتيجة الشد العصبي المستمر. نوم غير مريح، يا إما أرق ومش عارفة تنام، يا إما بتنامي 12 ساعة وبتصحي مكسرة. مناعة ضايعة، كل شوية يجيلك دور برد، معدتك دايماً وجعاكي. القولون العصبي صديق المحترقين. دي مش أمراض، دي رسالة من جسمك بتقولك يا أنثة المكنة هتتحرق، اطفلي الفيشة. ليه الموضوع ده زاد قوي اليومين دول؟ ليه أهالينا ما كانش عندهم بيرن أوت؟ الإجابة كلمة واحدة، هاسل كالتشر. السوشيال ميديا صدرت لك فكرة إنك لو ما بتشتغليش 16 ساعة في اليوم وبتتعلمي لغتين وفاتحة بيزنس خاص وانت عندك 20 سنة يبقى انت فاشلة. عقلك بقى في حالة جري مستمر ورا أهداف وهمية. بتشوفي فلانة سافرت وعلانة اتخطبت وترتانة اشترت عربية، المقارنة دي خلت مخك يفرز كورتيزول اللي هو هرمون التوتر 24 ساعة. قبل ما ندخل في الحل راقبي نفسك في ال3 علامات دول، لو موجودين يبقى انت في المنطقة الحمراء. واحدة مش طايقة دبان وشها، أقل كلمة بتعصبك، لو النت فصل بقيقة ممكن تكسري الراوتر، لو حد سألك مالك ممكن تنهاري وتعيطي أو تزعقي فيه، ده اسمه انخفاض المرونة النفسية. العلامة التانية التسويف المرعب، بتهربي من حاجات تافهة، رسالة واتساب بسيطة ممكن تفيديها أسبوع وما ترديش عليها، بتأجلي حتى غسيل وشك، وبتأجلي الأكل، وبتأجلي الحياة. العلامة الثالثة شخصيتك الزومبي مود، عايش ومش عايش، بتضحكي بس مش عارفة بفرحة، وبتاكلي بس مش حاسة بطعم الأكل، وبقيتي متدلدة تماماً. طيب يا دكتورة شخصينا الحيلة، أعرف مننا بشوقي، نعمل إيه؟ خدي الروشتة دي ونفذيها وهتدعي لي. الخطوة الأولى راحة المدخلات، sensory rest. انت عقلك بيتهري داتا طول اليوم، لازم تديله الصيام. جربي تقعدي 15 دقيقة في اليوم بدون مدخلات، مفيش موبايل، مفيش بودكاست، مفيش كتاب، مفيش ناس، إن شاء الله حتى تبصي في السقف أو غمضي عينيكي واسرحي. اسمحي لعقلك إنه يخدم الداتا اللي جواه وينظف نفسه. الخطوة الثانية الراحة العاطفية. قول لأ. أكبر سبب للاحتراق هو الناس اللي بتمص طاقتك، الشخص اللي بيشتكي لك طول اليوم، المدير اللي بيكلمك في الأجازة، الصحبة اللحوحة،
العلاج هو كلمة سحرية من حرفين: لأ، مش هقدر أنزل، لأ، مش فاضية دلوقتي. حطي حدود لنفسك وللي حواليكي، لأن طاقتك دي فلوس، ما تصرفيهاش على حد ما يستاهلش. كنا عملنا حلقة عن فن التناحة، أنصحك تشوفيها. الخطوة الثالثة: فن اللاشيء، Active Rest. مش لازم كل دقيقة في يومك تكون مفيدة، إحنا بشر مش روبوتات. العبي جيمز، ارسمي، شخبطي، انزلي تمشي في الشارع وبصي على أي حاجة. اللحظات التافهة دي هي اللي بتشحن إبداعك. الهواية اللي بتعمليها عشان بتحبيها مش عشان تجيبي منها فلوس، هي دي الشاحن الحقيقي لروحك. في الآخر يا عزيزتي، عايزاكي تكوني حنينة على نفسك شوية. انتي مش في سباق مع حد، انتي في رحلة مع نفسك. لو لمبة البنزين نورت في عربيتك بتقفي تموني، مش بتدوسي بنزين زيادة وتشتمي العربية. نفسك أولى بالمعاملة دي. لما تحسي إنك مطفية ما تعنديش، افصلي عشان تعرفي تواصلي. مش عيب إنك ترتاحي، ومش عيب إنك تطلبي مساعدة، ومش عيب إنك تقولي أنا تعبت. العيب الحقيقي إنك تخلصي على نفسك بدري عشان ترضي ناس مش فارق معاهم غير المظاهر. خدي نفسك، اشحني بطاريتك، وارجعي لنا أقوى. في رعاية الله. أشوفك الحلقة الجاية.